هذا الفيديو اللي غادي تشوفوا دابا هو الفيديو اللي تم الإلقاء القبض عليا فيه في الجزائر من بعد ما صيفطتني المخابرات المغربية للجزائر، تم الإلقاء القبض عليا وحققوا معايا المخابرات الجزائرية. غادي تشوفوا هذا الفيديو هذا وغادي نعاود لكم القصة ديالته. لا، العربي زيتوت ما عمرني تلاقيت معاه مباشرة، ولكن عندي به اتصالات وعندي به ابل فيديو تنهضر معاه، وهو اللي تيعطيني بزاف التعليمات. التمويل ديالي تيجيني من جوج تجوايه ديال الجماعة ديالنا، المجموعة ديالنا التمويل ديالنا تيجينا من جوج تجوايه، تيجينا من جماعة رشاد وتيجينا من المخزن، من المخزنة. امير ديزاد تلاقيت معاه واحد النهار في واحد الكافي، ولكن ما جلسناش بزاف، ولكن تنسقوا بيناتنا غير عبر الواتساب. لا مثلا النمرة كل اسبوع تقريبا تنديرو نمرة جديدة، مثلا ما تنستعملوش النمرة اكثر من اسبوع 5 ايام 4 ايام. هذه هي الاوامر نتاع المخزن اللي امرنا، قالنا ما تستعملوش النمرة اكثر من 3 ايام 4 ايام، خاصكم تبدلوه. من بعد نجاح العملية كي كنا مخططين ليها، ولولا اليقظة الشرطة واليقظة نتاعت العسكر الجزائري، كنا ديك الساعة منين غادي ناخدو الأسلحة ونهجمو ونحاولو نديرو انقلاب في وسط البلاد. أنا غادي يكون الدور ديالي ديك الساعة انتهى. ديك الساعة غادي نتجه أنايا لمدينة وهران، ومن مدينة وهران غادي ندوز لمدينة مغنية، ومن مدينة مغنية غادي نتلاقى من الجماعة اللي غادي يخرجني من يدوزني من الحدود ويدوزني يدخلني للمغرب عند المخزن. نادمين، ندمت على هادشي اللي درت، ندمت. ما عرفتش بينا هما بيريطوني وبيصيفطوني لهنا وانتوما غادي تقبضوني. ما عرفتش هاد الهضره، انا قلت بغيت نقبض غير الفلوس ونزيد. ندمت، تنعتذر لكم، تنعتذر. كما شفتوا خوتي، هذه المخابرات الجزائرية تتحقق معايا لقيتها فاش تم إلقاء القبض عليا في الجزائر. هذا الفيديو في سنة 2022 ايامات كاين الاقصائيات نتاع كاس العالم في قطر. كانت ديك الساعه الجزائر لعبات مع الكاميرون وكانت خسرات وتقصات من قطر. ديك الساعه كان الحكم قاسامه، وكانوا قالوا سميتو المؤامره نتاع ايطو وقاسامه، وداروا عليهم مؤامره في وسط بلادهم وقصاهم من قطر 2020. فهذيك نفس هذيك الوقيته وفي هذيك الايام كانت الجزائر كانت تجي كل اربعاء، كل يوم اربعاء تجيب لنا واحد جوج الاشخاص او ثلاثه الاشخاص رادتيني تيهم اللور وتيشوفوا في الحيط وتتقول لك هادو مغاربه تم الالقاء القبض عليهم، وتبدا تتحقق عليهم وتبداو هذوك المغاربه تيبقاو تيقولوا شي هضره مساكن تيقولها بز منهم، يعني افلام دحدوحيه. انا من بعد ما شفت هذوك الافلام دحدوحيه وهذوك الافلام كثروا درت هذا الفيديو. هذا الفيديو درته في الدار عندي هنا في مراكش، درته ودرت ليه المونتاج. هذا الفيديو تنشر بواحد الطريقه كبيره عند الجزائريين، بواحد الطريقه كبيره وتيقوه وصدقوه. انا هذا الفيديو نسيته وخرج لي من الميموار ديالي حتى لهاد الايام. هاد الايام اتصلت بيا واحد السيده وهي تصيفط لي هاد الفيديو، قالت لي السي رشيد هاد الفيديو ديالك انت مقبوض ولا؟ وانا نعاود لها القصه نتاع الفيديو، وهي تقول لي ودي هاد القصه عرفنا احنا، انت قلتها لي انا وعرفوا هذوك المغاربه اللي كانوا معاك ديك الساعه. قالت له ولكن بزاف المغاربه راه ما عارفينش هاد القصه، وهاد الفيديو راه تيدور في التيك توك ومدورين الجزائريين على اساس بان راه قبضوا واحد المخرب مغربي في الجزائر. خرج شرح للناس. انا هذا الفيديو دازت عليه 4 سنوات، ولكن قلت ما فيها باس نخرج عاوتاني ونهضر عليه ونتكلم عليه. دخلت وليت للتيك توك، دخلت للتيك توك لقيت الفيديو وصل مئات الالاف المشاهدات. عرفتي كل صفحه شحال وصل فيها، والتعليقات نتاعهم كلهم تيهضروا على اساس بان ذاك الفيديو حقيقي. انا اللي عجبني في هذا الفيديو اللي فرحني هو ليكم نتوما المغاربه والجزائريين حتى هما، باش يعرفوا بان راه اي حاجه تيقولها لهم النظام ديالهم راه تيقوها. واكبر دليل هو هذا الفيديو هذا. انا راني قدامكم كاين في المغرب واني في مراكش، كنت تم القاء القبض عليا وبهذه التهم وبهذه الهضره اللي تنقول. في الجزائر ما باقيش غادي نلحس الخمسه كي تيقولوا، كنا باقينا في الجزائر اما مات اما دفنوني اما
كي قال لهم واحد في الكومونتير قال لي هذا المغربي هذا المروكي يدخلوه في حيط وبنيو عليه، ما غاديش تلقى ليه هنا في المملكه المغربيه. دروك انت كجزائري كيفاش تحس بنفسك وانت تشوف بان راه المغاربه ولاو تيتهكموا عليك وتيضحكوا عليك بحال هاد الفيديوهات هادو، وانت تتصدقهم ان انت انسان مكلخ، انسان مزلج، انسان ما عندك لا ثقافه، ما عندك حتى شي حاجه في هاد الحياه، انسان التاريخ نتاعك زوروه عليك والجغرافيا سرقتها ليك فرنسا. يعني الاصل علاش بغيتي توقفوا الساس راه ما كاينش. داكشي باش هذا النظام هذا تيتلعب بك كي بغا. ومنين تنهضروا معاك حنا كمغاربه وتنقول لك اوتي حنا المغاربه راه ما عمرنا كنا الاعداء نتاعك، راه النظام ديالك اللي تيصور لك هاد الهضره تخرج تتهجم علينا. ايوا هاد الدليل فيديو مفبرك، انا اللي قاتيتو، انا اللي تنهضر معاك، ياك انا هو هذاك الشخص. و4 سنوات باش داز على هذاك الفيديو، يعني راه غير من الملامح نتاعو شي غادي يبان لك بان راه دازت واحد المده على هذاك الفيديو. 4 سنوات وانت باقي تدوروا لحد الان وتتندغوا لحد الان بان راه فيديو حقيقي، مع العلم انا تندير لايفات انا هاد السنوات من وراء هذاك الفيديو درت الاف اللايفات، ولكن انت كجزائري راه ما تتبحثش وما تتاكدش من المعلومه، انت راه هي تطيح. داكشي باش باقي انت تيهضروا معاك على حرب الرمال 63 داروا لنا المغاربه وحقروا علينا ودخلوا علينا، باقي تيحاجوك بهاد الهضره. باقي تيهضروا معاك على 76 امقاله، لا امقاله وحقروا على البوليزاريو وحنا تدخلنا. انتم تدخلتوا وقبضوكم المغاربه وما يجوجوش نقريحه بقرعه نتاع كروش مولات الكتاف. راه هي الحقيقه. شتو دروك الجزائريين دروك راه الروايه اللي تيقول لكم النظام ديالكم راه هي اللي تتبناو وهي اللي تتهضروا فيها بدون مناقشه، بدون تفكير، بدون اي شيء. الا انت كمواطن جزائري تتلغي التفكير ديالك وتتلغي الشخصيه ديالك وتتخمم وتتفكر وتتهضر بالعقل نتاع النظام ديالك. وفين وصلتي اليوم؟ اليوم في هذه الساعه فين وصلتي؟ وقولوا لي اخوتي المغاربه، واش ما نستاهلش الاوسكار على هذا التمثيل اللي درت؟ واش ما تنبانش بان راني مقابضني المخابرات الجزائريه والتمثيل 100% ولا لا؟ انا احسن من هاد الممثلين اللي تيجروا لكم في رمضان في هاد السيت كومات. يعني خاصني ندير لكم شي حلقات نيت على هاد الشكل نتاع هاد الافلام التحدثيه وقيله. تنتسنى نلقى غير شي منتج ان شاء ربي الكريم اللي ينتج ليا بحال هاد السلسله وندير لكم 30 حلقه في هاد رمضان الماجي ان شاء الله الكريم، يري على النظام تاع الكبرانات والحماق نتاعهم. خوتي المغاربه كي تنقولوا اللهم اضرب الظالمين بالظالمين واخرج منها المغاربه سالمين، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. لا، العربي زيتوت ما عمرني تلاقيت معاه مباشره، ولكن عندي به اتصالات وعندي به ابل فيديو تنهضر معاه وهو اللي تعطيني بزاف التعليمات. التمويل ديالي تيجيني من جوج تجوايه ديال الجماعه ديالنا، المجموعه ديالنا التمويل ديالنا تيجينا من جوج تجوايه، تيجينا من جماعه رشاد وتيجينا من المخزن. امير ديزاد تلاقيت معاه واحد النهارات في واحد الكافي، ولكن ما جلسناش بزاف، ولكن تنسقوا بيناتنا غير عبر الواتساب. لا مثلا النمره كل اسبوع تقريبا تنديروا نمره جديده، مثلا ما تنستعملوش النمره اكثر من اسبوع 5 ايام 4 ايام. هذه هي الاوامر نتاع المخزن اللي امرنا، قالنا ما تستعملوش النمره اكثر من 3 ايام 4 ايام، خاصكم تبدلوه. من بعد نجاح العمليه كي كنا مخططين ليها، ولولا اليقظه الشرطه واليقظه نتاع العسكر الجزائري، كنا ديك الساعه منين غادي ناخذوا الاسلحه ونهجموا ونحاولوا نديروا انقلاب في وسط البلاد. انا غادي يكون الدور ديالي ديك الساعه انتهى. ديك الساعه غادي نتجه انايا لمدينه وهران، ومن مدينه وهران غادي ندوز لمدينه مغنيه، ومن مدينه مغنيه غادي نتلاقى من الجماعه اللي غادي يخرجني من يدوزني من الحدود ويدوزني يدخلني للمغرب عند المخزن. نادمين، ندمت على هادشي اللي درت، ندمت. ما عرفتش بان هما بيريطوني وبيصيفطوني لهنا وانتوما غادي تقبضوني. ما عرفتش هاد الهضره، انا قلت بغيت نقبض غير الفلوس ونزيد. ندمت، تنعتذر لكم، تنعتذر.